بص كده وركز معايا. تخيل انك بتفتح كتاب تاريخ، بس فجأة تلاقي صفحة كاملة مقطوعة، صفحة مكتوب عليها مصير 115 روح، 115 حلم، 115 قصة كاملة اختفت في لحظة. دي مش حكاية من الخيال، ده لغز حقيقي حصل في القرن ال16. لغز بيخلي مؤرخين العالم كله يدوروا ورا كلمة واحدة محفورة على شجرة. القصة دي اسمها المستعمرة المفقودة في رونوك. بس عشان نفهم القصة لازم نرجع بالزمن لورا ونعيش الحلم ده من الأول خالص. في الوقت ده إنجلترا وأسبانيا كانوا عاملين زي قط وفار على السيطرة على العالم. أسبانيا كانت عندها جيش وأسطول بحري ضخم جدا، وإنجلترا كانت بتحاول تقف قصادها. هنا جه سير والتر رالي، واحد من أهم الشخصيات اللي كانت حوالين الملكة إليزابيث الأولى. الراجل ده كانت دماغه شغالة 24 ساعة، وكان عنده حلم مجنون، عايز يعمل مستعمرة إنجليزية قوية في العالم الجديد، أمريكا حاليا، علشان تكون قاعدة لإنجلترا هناك. الهدف ما كانش بس فلوس أو ذهب، الهدف كان أقوى من كده بكتير. كان عايز يبني حضارة جديدة في أرض بكر، حاجة تدي لإنجلترا قوة وشأن قصاد الإمبراطورية الإسبانية اللي كانت بتبصلهم بغرور بعد حملات كتير قبل كده، بس كلها كانت بتفشل. المستكشفين كانوا بيعملوا مشاكل مع القبائل اللي هناك، والناس اللي كانت بتروح كانت بتستسلم بسرعة. الموضوع كان محتاج ناس مختلفة، ناس مستعدة تبني حياة من الصفر بجد. وفي سنة 1587 جت اللحظة الحاسمة. سير والتر رالي بعت حملة جديدة خالص. السفرية دي ما كانش فيها جنود، دول كانوا عائلات كاملة، ستات وأطفال ورجالة، ناس عادية، مزارعين وحرفيين بيحلموا إنهم يبدأوا من جديد. على رأسهم كان الرسام والفنان جون وايت. الراجل ده كان عارف الأرض دي وكان حالم زيهم بالظبط. أبحروا من إنجلترا 115 شخص في رحلة كانت قاسية جدا، شهور طويلة في البحر، بس الأمل كان أكبر من أي تعب. وصلوا أخيرا لجزيرة رونو. الشاطئ كان واسع والجو كان حلو. بدأوا فورا يبنوا أكواخهم، يزرعوا الأرض ويخططوا لحياتهم الجديدة. كانت البداية بطيئة ومرهقة، بس كل لحظة تعب كانوا بيشوفوا في عينيهم حلم بيتحقق. في نص الشهر حصل حدث فرحهم جدا. بنت جون وايت خلفت بنت صغيرة وسموها فيرجينيا دير. فيرجينيا كانت أول طفلة إنجليزية تتولد على الأرض الجديدة، حاجة كده زي بشار الخير اللي جاية. كل المستعمرة احتفلت، الأمل كان على وشه، بس للأسف الأمل ده مطولش. بعد كام يوم من ولادة فيرجينيا بدأت المشاكل تظهر. الأكل كان قرب يخلص، الإمدادات لازم تيجي بسرعة. المستعمرون كلهم اتفقوا إن جون وايت لازم يرجع إنجلترا ويجيب لهم الأكل والسلاح، وهو وعدهم إنه هيرجع في خلال شهور قليلة. محدش كان يتخيل إن الوعد ده هيطول 3 سنين كاملة. لما وصل جون وايت إنجلترا كانت الدنيا مقلوبة، حرب مع أسبانيا وصل لآخرها. الأسطول الأسباني الضخم اللي كانوا بيسموه الأرمادة التي لا تقهر كان على وشك يغزو إنجلترا. الملكة إليزابيث أمرت إن كل سفينة في المواني تطلع وتدافع عن البلد، والسفينة اللي كان هيجيب بيها المساعدات اتصدرت، وجون وايت اتحبس في البلد 3 سنين كاملة وهو بيحاول يهرب ويرجع. قلبه كان بيتقطع على بنته وحفيدته. في 1590 بعد الحرب ما خلصت قدر أخيرا يرجع وهو جاي على الجزيرة. قلبه كان بينبض بسرعة، يا ترى هيلاقيهم عايشين. أول ما قرب على الشاطئ الهدوء هو اللي قبله، مفيش أي صوت، لا أطفال بتجري ولا ناس شغالة. المكان كان هادي بطريقة مش طبيعية، حاجة تخلي الواحد يتجنن. نزل هو ورجالته ومشيوا ببطء جوه المستعمرة. البيوت كانت مبنية زي ما هي، الأساس متثبت مكانه، كأن الناس قاموا وسابوا كل حاجة. لكن الغريب مفيش أي علامة على أي صراع، مفيش دم ولا جثث. ده كان أكتر رعب من وجود أي دليل. الشيء الوحيد اللي كان بيفكر فيه هو العلامة المتفق عليها. هل في صليب محفور على الشجرة؟ دقق النظر على عمود خشبي ولقى الكلمة اللي هتخلي القصة لغز للأبد. وعلى الشجرة التانية قريبة لقى الأحرف دي CRO. مفيش صليب، مفيش علامة خطر، كل اللي سابوه كانت كلمة واحدة بس. ومن هنا بدأ اللغز اللي ملهوش حل. ايه اللي حصل لل115 واحد دول؟ النظرية الأولانية الاندماج والعيشة مع القبائل. ناس كتير بتقول انهم لما الأكل خلص عليهم
راحوا يعيشوا مع قبيلة اسمها كرواتوان، ودي كانت قبيلة مسالمة. هما سابوا الكلمة دي كرسالة لجون وايت عشان يعرف مكانهم. وفي تقارير بعد كده بتتكلم عن قبائل كان فيها ناس عينيها زرقاء وبيتكلموا انجليزي. هل دول كانوا احفاد المستعمرين المفقودة؟ دي اكتر نظرية مقبولة، بس هل كل 115 واحد قدروا يتكيفوا؟ النظرية التانية المذبحة المرعبة، ناس تانية بتقول انهم اتقضى عليهم، يمكن قبيلة بوهيتن اللي كانت معادية هجمت عليهم وخلصت عليهم كلهم. بس السؤال، ليه مفيش جثة واحدة؟ وليه مفيش اي دليل على المعركة؟ والنظرية دي مخيفة بس مفيش دليل يدعمها. النظرية التالتة الكارثة، ممكن يكون حصل وباء قوي جدا او مجاعة او اعصار ضرب الجزيرة، حاجة خلتهم يهربوا بس يموتوا كلهم في الطريق. بس ليه مفيش جثث ولا آثار لأي حاجة؟ ده اللي خلى النظرية دي ضعيفة. نظريات تانية تخليك ترتعش. بعض الناس بيفكروا في حاجات أغرب وأكتر رعب، إن الأرض دي عليها لعنة قديمة، أو إن روح شريرة خدتهم كلهم. ممكن يكون في حاجة فوق الطبيعة حصلت. دي نظريات محدش يقدر يثبتها، بس بتفضل تسبب الرعب والفضول. لحد النهاردة علماء الآثار مش بيبطلوا يدوروا. في مشروع اسمه The Kratwan بورجيك بيركز على جزيرة هاتيرا اللي كان عايش فيها قبيلة الكرواتوان، وفعلا لقوا هناك أدوات إنجليزية قديمة. ده بيدي دليل أكبر إن في ناس منهم عاشوا هناك. في 2012 تم العثور على خريطة قديمة عليها علامة صغيرة مكانها مش في رونوك نفسها، وده بيخلي العلماء يفكروا إن المستعمرة دي ممكن تكون انتقلت لمكان تاني، بس حتى الآن كل دي أدلة ناقصة. في الآخر القصة دي بتثبت إن مش كل الألغاز ليها حل. المستعمرة اللي كان المفروض تكون بداية لأمة جديدة تحولت في لحظة للغز. 115 روح اللي كانوا بيحلموا أصبحوا مجرد كلمة محفورة على عمود. فكر معايا كده، يا ترى ايه اللي حصل؟ ترى ايه اللي حصل بجد؟ هل ممكن التاريخ يخبي علينا حياة مرعبة زي دي؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية.